الكل كان فاكر إنه مجرد عيل يتيم وحيد غلبان، بس حياته بتتشقلب لما بيكتشف إن الكراش بتاعته فولتو طلع جاسوسة خطر جدا. أسانو ده كان واد فرفوش ومبسوط، لحد ما في يوم اسود عيلته كلها ماتت في حادثة عربية. هو الوحيد اللي طلع منها عايش، بس متخيط ومتشوه وملفوف بشاش زي المومياء. الخبطة دي رعبته وخلته يقفل على نفسه ويرفض يصاحب أي بني آدم، عشان مش طالبة معاه يشوف حد بيحبه بيتأذي تاني. الشخص الوحيد اللي لزق فيه ومرضيش يسيبه هي صاحبته طفولته موتسومي، ودي الوحيدة اللي كان بيفتح بقه ويتكلم معاها. وعدت سنين كتير على الحوار ده. دخلوا هما الاتنين ثانوي، ورغم انه بقاله شهر بحاله في الفصل لسه قافل على نفسه ومش راضي يصاحب حد. في شلة كده من 3 ولاد بيحاولوا يجروا معاه ناعم ويخرجوه، بس هو بيديهم الصابونة وبيرفضهم كل يوم. على الناحية التانية موتسومي دي بقت مقطعة السمكة وديلها، صاحبت طوب الأرض وبقت مزة المدرسة اللي كل العيال بتريل عليها. راحت قعدت جنب أسانو عشان يطفحوا سوا، وقالت له يا عم فكك واخرج مع الولاد دول، شكلهم ولاد ناس وطيبين. بس أسانو نشف دماغه ولفلها السؤال وقال لها طالما انتي شبح واجتماعية كده، ما خرجتيش ليه مع الواد بتاع تالتة اللي مدلوق عليكي واعترف لك بحبه؟ قالت له ببرود انها ما كانتش طايقاه اصلا، وطلعت اللانش بوكس بتاعها، ولسه يا عيني هتديله حتة في بقه طلع له هيزة وكيل المدرسة زي الخازوق، ولهف اللقمة عن قدام بقه وكلها هو. أسانو اتخض لانه ما حسهوش وهو جاي خالص. موتسومي اتعصبت وقالت له يغور في داهية، بس هو قال لها انه ما قدرش يمسك نفسه قدام اكلها البيتي اللي يجنن ده. وقبل ما يخلع قال لأسانو يجيله مكتبه بعد المدرسة. بعدين أسانو راح مكتبه وهو بيهرش في دماغه ومش فاهم الراجل ده عايز منه ايه. دخل الأوضة لقى هيزة مروق العمل وعامل شاي وقال له يتفضل يقعد. أسانو كان قاعد على كف عفريت ومش طايق نفسه من لزق هيزة فيه، بس اتصدم لما هيزة بدأ يسأله عن موتسومي وليه هو لازق فيها كده. أسانو بدأ يحس إن في حاجة غلط، خصوصا لما هيزة طلع له صور لموتسومي وهي عندها 3 سنين، حاجة في منتهى الكريبي لأنهم ما يعرفوش الراجل ده غير من شهر واحد بس. هيزة كمل هري وقال لأسانو إزاي هو بيتعب عشان يبعد ولاد التيت عنها، وإنه لسه نافخ الواد بتاع تالتة ومخليه يسف التراب لحد ما حلف ما يبصش في وش موتسومي تاني. الإنذار ضرب في دماغ أسانو، وفجأة هيزة سحب سكينة وحطها على رقبة أسانو في حركة صايعة وقال له اقرأ الفاتحة على روحك يا حالتها. ولما خلاص حس إن دي النهاية، دخلت بنت شعرها أبيض من الشباك زي النينجا، وقفته ورمت قنبلة فلاش وزاغت هي وأسانو. صحي أسانو بعدين بالليل لقى نفسه وسط شلة وشوش أول مرة يشوفها. الرهاب الاجتماعي اشتغل عنده وبدأ يجري زي العبيط ودخل في الحيطة وهو مش فاهم هو فين. بس ميتسومي قالت له ما تخافش يا ولا، دول اخواتي وانت دلوقتي في بيت عيلة يوزاكورا. بدأت تعرفه على الشلة. البنت ام شعر ابيض دي اسمها فودا، والواد الاخضر ده شينزو، والبنت البينك دي شين، والكائن اللي بشعر ده اسمه كينجو، اما ابو جردل على دماغه ده اسمه نانا. رمت له القنبلة وقالت له انهم عيلة جواسيس، وحست براحة بنت لذينة انها اخيرا قالت له الحقيقة بعد ما خبتها عنه 10 سنين. الواد كان هيجيله سكتة قلبية، بس هي قالت له روق كده، الجواسيس دول بقوا في كل حتة وممكن تطلبهم اونلاين زي الدليفري. هو لسه فاكرهم بيشتغلوه، فراح واحد مسدس من شينزو فاكره لعبة، بس المسدس ضرب بجد، والواد كان هيعملها على روحه من الرعب وحياته اتشقلبت في ثواني. فودا قالت له انهم شغالين فريلانس وعندهم تقييم 4.5. 8 نجوم على تراست بايلوت في تخليص المأموريات. كينجو قال له ان هيزا ده هو الاخ الكبير وهو اللي واكل الجو في مجلات الجواسيس ومظبط صورة العيلة. فودا قالت له ان هيزا ده اجمد جاسوس في العيلة، واعتذرت له بالنيابة عنه انه كان هيطير رقبته، وحكيت له ان موتسومي وهي صغيرة عملت حادثة بنت كلب واتعورت جامد، وهيزا شال الليلة كلها وحس بالذنب، ومن ساعتها وهو مهووس بمهمة حمايتها مهما حصل. بس طول السنين دي كان مكبر دماغه من أسانو عشان هو صاحب طفولتها. الليلة دي كلها اتغيرت لما جالهم تسريب اونلاين على تويتر ان في حد ناوي يغتال موتسومي. ده بقى ادى هيزا الحجة المثالية عشان يخلص من أسانو بالمرة. فجأة انذار ضرب في البيت والكل وقف على حيله، وفودا قالت له ان هيزا اكيد اقتحم البيت عشان يخلص عليه. أسانو بدأ يلطم، بس هي قالت له ما تخافش انت في امان معانا، بس الصراحة كده حتى لو احنا ال5 اتلمينا عليه نسبة فوزنا 30% بس. لفت لأسانو وقالت له ان الحل الوحيد عشان ينفد بجلده هو انه يتجوز موتسومي حالا بالا، وشرحت له ان عيلتهم فيها قاعدة ما بترحمش، ممنوع قتل اي فرد من العيلة، وحتى هيزا ما يقدرش يكسر القاعدة دي. كل اللي على أسانو يعمله انه يلبس الدبلة مع موتسومي والجوازة تتم ويعيشوا في تبات ونبات كعيلة. كلمة عيلة دي رجعت له تروما تاني وبدأ ينهج ويسحب هوا بالعافية. بس موتسومي قالت لفودا ان ده قاسي قوي على أسانو اللي اصلا بيخاف يتعامل مع الناس. فودا اعتذرت انها كانت دبش والكل،
بدأ يستعد عشان يعجنوا هيزا، بس فجأة لقوه قاعد في وسطهم ومأنتخ. لف لشينزو وقال له إنه دمر كل فخاخه وطلب منهم يسلموا أسانو بالذوق، بس فودا وقفت له ومسكت الكرافتة بتاعته ومرجحته في الهواء قبل ما ترزعه في الأرض، في حين شينزو استخدم دراعاته الآلية عشان يثبته، ونانا ضرب حقنة ستيرويد عشان يديله بوكس في وشه، بينما كينج وشين خدوا أسانو خلعه. للأسف هيزا ما تهزش واستخدم حركاته سبيشيال وطيرهم هما الاتنين في الهواء، وهو بيقف وبيقول لهم إن هجماتهم فيها ثغرات كتير قوي. أسانو كان مسبوه من قوة الناس دي. وفودا قالت لهم إنها هتعطل هيزا شوية، جريت عليه بس هيزا طلع خيوط العنكبوت بتاعته وصد كل هجماتها وربطها في السقف زي الفرخة. شين قالت لكينجو يخبي أسانو في أي داهية، وطلعت موبايلها وشغلت طيارات درونز نزلت من السقف وبدأت ترش هيزا بالرصاص. في الوقت ده كينجو خدهم لأوضة تانية، وهو وموتسومي خبوا أسانو ورا برواز صورة متداري شوية، وهيزا دخل الأوضة بعد ما دمر الدرونز كلها من غير ما يتخدش خربوش واحد، ولقى موتسومي وأسانو مع بعض. قال لها تسلموا الواد، بس هي طلعت تجري عليه بمسدس هي والكلب بتاعهم. بس هيزا ده في ليفل تاني خالص، ربطها بالخيوط بتاعته وقلعها الماسك عشان تطلع في الآخر كينجو متخفي. ولما عرفوا ان مفيش امل، موتسومي الحقيقية قلعت تنكر أسانو وقالت لهيزا ان أسانو مش خطر عليها، بس هيزا قال لها ان في طريقة واحدة بس عشان ما يمس الشعرة من أسانو، انها توافق ما تخرجش من البيت ده تاني ابدا. الكلام ده صدمها. هيزا فضل يقرب منها وبيقول لها إنها مش هيكون ليها صحاب ولا حب ولا خروج، وحتى النت هيقطعوا عنها، بس على الأقل ده هيضمن إنها تعيش في أمان للأبد. حضنها وهي بدأت تعيط عشان عارفة إن مفيش حل تاني، بس أسانو اللي كان باصص عليهم من خرم الباب طلع وقال لموتسومي إنها مش مضطرة تعمل كده. هيزا قال له يغور في داهية عشان ما بقاش ليه لازمة، بس أسانو زعق لموتسومي ترميله الدبلة وإنه جاهز يخليها عيلته. موتسومي عيطت من الفرحة وهي بتطلع دبلة وترميها لأسانو اللي نط زي القرد عشان يمسكها، بس يا خيبة الأمل هيزا كان أسرع بكتير، وبخيوط العنكبوت بتاعته مسك أسانو والدبلة في آخر لحظة. ولما هيزا افتكر إن الليلة خلصت، أسانو طلع الوحش اللي جواه وقطع الخيوط اللي هرت إيده ومسك الدبلة ولبسها في صباعه. كده الجوازة تمت وبقى فرد رسمي في العيلة والكل بيتفرج. موتسومي حضنته جامد، وفودا قالت لهيزا المصدوم إنه ما بقاش ينفع يهوب ناحية أسانو، وفوق ده كله لازم يدربه عشان يقدر يحمي موتسومي في أي وقت. بالليل بقى أسانو قال عشان يروح، ورغم إن فودا عرضت توصله رفض وقرر يروح لوحده عشان محتاج يظبط دماغه الملسوعة من اليوم ده. نام على سريره وبص في الدبلة وقعد يفكر في اليوم المهبب ده قبل ما يروح في سابع نومة. تاني يوم الصبح صحي على صوت المنبه، وأول فتح عينه لقى هيزا راكب فوقه وماسك سكينة. حاول يغزه بس أسامة اتدحرج في آخر لحظة عشان يحمي نفسه، وده بهر هيزا وقال له إن ده كان مجرد اختبار حبي. أسانو بيسأله بذهول أنت بتهبب إيه في بيتي يا عم أنت؟ رد عليه إن دي طريقة الصحيان الرسمية في عيلة يوزاكورا. أسانو كان متأكد إن ابن التيت ده كان جاي يخلص عليه بجد، بس هيزا أصر إن ده جزء من التدريب لأن الجاسوس لازم ينام وهو مفتح عينيه. بعدين قال له يجهز لتمارين الصباح بتاعة العيلة، وراح معلقه في الهوا بالخيوط بتاعته. في الوقت ده موتسومي كانت بتعمل الغدا وسمعت صريخ أسانو، فطلعت تجري عشان تشوف فيه ايه، ولقيته متعلق في الهوا واخوها بيمطط في جسمه زي الاستك. زعقت لاخوها ينزله، بس هو بص في ساعته ببرود وقال لها وقت الخروج جه. مسك موتسومي والشنط أمط من الشباك في نفس اللحظة اللي قنبلة فرقعت في بيت أسانو وخلته بودرة. نزلهم على الأرض وشرح لهم إن بيت أسانو كان متفخخ بقنبلة من امبارح بالليل، وعدهم يفهمهم بعدين، بس خبط كلمة في دماغ أسانو: الهدف الأول والأخير للعيلة هو حماية موتسومي مهما كان التمن. أمرهم يركبوا العربية وموتسومي ساعدت أسانو يركب. جوه العربية اتكلم مع شينزو اللي اكتشف إن القنبلة كانت في المطبخ، وده معناه إن الهدف كان اغتيال موتسومي أصلاً. أسانو كان مش فاهم حاجة، بس هيزاء قالوا إن الأخبار بتطير عندهم، وخبر جواز موتسومي انتشر زي النار في الهشيم والكل عارف. الواد لسه تنح وسأل هم ليه عايزين يقتلوا موتسومي؟ هيزا قال له الإجابة بسيطة: موتسومي هي الزعيمة رقم 10 لعيلة يوزاكورا. وكمل شرح عن تاريخ العيلة وإنهم طول عمرهم شغالين في الجاسوسية لأن دمهم فيه قوة بتخلي عيالهم يتولدوا بقدرات خارقة، وقال إن في كل جيل بيجي عيل من غير أي قدرات وده اللي بيبقى دايما زعيم العيلة. وقال إن الزعيم رغم إنه ما عندوش قدرات بس هو الوحيد اللي بيقدر يخلف عيال بقدرات خارقة، يعني من غير الزعيم سلالة يوزاكورا الخارقة دي هتنقرض وتجيب ضرفها.
وعشان كده موتسومي هي الزعيمة الشرعية والوحيدة اللي تقدر تحافظ على النسل ده، وتعصب شوية إن حتة عيل فاشل زيه يتجوزها. وعشان عيلتهم قديمة ومشهورة ليهم أعداء بالكوم عايزين يمحوهم من على وش الأرض، وأحسن طريقة لكده هي التخلص من موتسومي. وهو بيهري عربية ظهرت وراهم وضربوا عليهم صاروخ RPG، بس السواق فداه في آخر لحظة. أسانو كان هيعملها على روحه، بس هيزار كان قاعد حاطط رجل على رجل والعربية عمالة تاخد رصاص من مدافع رشاشة. قال له ما تخافش، العربية مصفحة، وزعق للسواق يزود السرعة. الأعداء كملوا مطاردة وطلعوا مدفع رشاش تقيل واشتغلوا ضرب في الليموزين، وهايسا قاعد بيشرب الشاي بمزاج. موتسومي نالت لأسانو ما تقلقش عشان كلبهم جولايث هو أحسن سواق في الدنيا، وده خلى أسانو يتجنن أكتر. الأعداء ضربوا صواريخ، ومع اللفات الغبية شاي هايسا اتدلق، وده طلع عفاريته فنط على سقف العربية واستخدم خيوطه ببرود عشان يصد الرصاص كله. والراجل أبو RPG ضرب واحد تاني، بس هايسا قطعه بخيوطه، وبعد ما استعرض عضلاته رمى خيوطه وفرم عربيات الأعداء وخلاها تنفجر في الهواء، ورجع قعد جوه ولا كأن في حاجة حصلت. قال له بما إنك اتجوزت موتسومي يبقى مسؤوليتك أنت كمان تحميها بدمك. اداله مسدس وقال له طخ أي ابن تيتي تشك فيه، ووريله أكاونت تويتر بتاع الواد اللي فخخ البيت، وقال إن ده من أصيع المفجرين اللي عايشين وخطر جدا، بس مشكلته العبيطة إنه مدمن سوشيال ميديا وبيفضح خططه بنفسه. قال لأسانو يخلي باله من موتسومي طول اليوم عشان هو عنده مامورية تانية هيخلصها، وهدده إنه هيشرحه لو جالها خدش واحد. في حصة الألعاب جاله نوتيفيكيشن إن المفجر العبيط تويت إنه حط القنبلة التانية. بص حواليه لمح خيال بيتحرك في الطرقة، فدخل العيادة لقى الممرضة بتسأله عايز حاجة، فلف ورجع. في الفسحة كان قاعد بيراقب موتسومي وهي بترغي مع صحابها، وفجأة جاله إشعار إن القنبلة التالتة اتزرعت. بص حواليه بيأس واكتشف قد إيه حياة البت دي عذاب. وهو سرحان التلات عيال إياهم جم وادوله شوكولاتة، ولصدمتهم خدوا وكلها. اتصدموا وسألوه إيه اللي حصله، ما هو كان مقموس وما بيكلمش حد. أسانو كان نسي أصلا الرهاب الاجتماعي بتاعه، بس أول ما افتكر الحالة رجعت له وأغمى عليه. صحي في العيادة لقى موتسومي بتبص عليه وبتسأله لو كويس. افتكر قد ايه هي طيبة وسألها انتي متأكدة اني انا الشخص المناسب؟ وقال انه رغم انهم صحاب من صغرهم ما كانش يعرف حاجة عن عيلتها او انها بتضطر تحارب كل يوم عشان تعيش. لما سمعت كده هبتته ضربة كراتيت في دماغه وقالت له انه غلطان وانه هو اللي دخل نفسه في عيلة مجانين زي دي، وفي الحقيقة هي طول عمرها كانت بتتمنى تتجوزه. الكلمتين دول روقوه شوية، بس فجأة لمح قنبلة ملزوقة في سقف الأوضة وهتنفجر. القنبلة فرقعت بصوت يهز العمارة ودمرت الأوضة، بس أسانو لحق موتسومي وخباها تحت الكنبة، واكتشف إن المفجر ده أذكى مما تخيله، وإنه كان بينزل التويتات دي عشان يشتت أسانو ويخليه مركز بس مع موتسومي. قلع الجاكيت ولقى المصيبة، قنبلة صغيرة ملزوقة في قميصه وهتنفجر. فهم إن المفجر الكلب كان عارف إن أسانو هيلزق في موتسومي، فاستغل ده وحول أسانو نفسه لقنبلة موقوتة عشان يطيرهم هما الاتنين. ولأنه مفيش وقت قرر يضحي بنفسه عشان ينقذها، ونط من الشباك وهو بيقرا الفاتحة، بس للمفاجأة هيزا أنقذه في آخر فيمتو ثانية وعلقه بخيوطه. هيزا ستسله على شجاعته وقال له إن شغله خلص بسرعة، فجه يطمن عليهم. أسانو بص للقنبلة لقى سلك من خيوط هيزا دخل جواها، ووقف التايمر وأنقذ حياته من موت محقق. هيزا قال له إنهم بقوا عيلة، والعيلة فوق أي حاجة، ووعده إنه رغم إنه بيكرهه عمى عشان يتجوز أخته، بس مستعد يضحي بحياته عشان نحميه. سحب أسانو لجوه وهو بيلعب بالقنبلة قال لهم لسه الليلة ما خلصتش. ساعتها باقي الإخوات طبوا، وشينزو رمى المفجر متكلبش تحت رجل هيزا. ربطوا هيزا بخيوطه مع القنبلة ورماه في السماء عشان ينفجر ويعمل عرض ألعاب نارية يجنن. وعيلة يوزاكورا وشينزو قاعدين بيتفرجوا بمزاج من على الكنبة. تاني يوم الصبح أسانو صحي مخلوع من كابوس، شاف فيه موتسومي بتتخطف وهو مشلول. قام دايخ وراح دايس على ديل الكلب اللي قام هرشه عضة محترمة في دراعه. نزل تحت وموتسومي ظبطت له الجرح واعتذرت له عن غباوة الكلب، وقعدت تلعب مع الكلب بكيوتنس. ده فكره بكابوسه المرعب، وعشان يتأكد ان ده مش هيحصل في الحقيقة راح باس ايد فودة عشان تدربه ويبقى داهية. قال لها انه عايز يبقى قادر يحمي موتسومي من اي مصيبة، لان المرة اللي فاتت انقذها بالصدفة وكان هيموت لولا هيزا. قالت له انت عبيط ياض لو فاكر انك هتبقى قوي في يوم وليلة، وورته قوتها وشرحت له انها بدأت تتدرب على كل فنون القتال وهي عندها 3 سنين بس، وطلعت اول مهمة قتل وهي عندها 6 سنين. يعني حتى اللي عندهم جينات يوزاكورا بياخدوا 3 سنين عشان يبقوا وحوش في القتال، فما بالك بواحد ابيض زيك.
قالت له انت غلبان لو فاكر ان عواطفك دي هتقويك، بس هتديله فرصة. سألته لو مستعد يدخل برنامج يوزاكورا الطحن اللي هو أسرع طريق عشان يبقى قوي. الواد اتحمس، بس هي قالت له اهدى على نفسك، وشرطت عليه انه يفضل عايش في بيت يوزاكورا ده لمدة شهر بحاله. وبعدين يبدأ التدريب الجد. هو استسهل الحوار وقال دي بيس هقعد في البيت وخلاص، بس أول ما وقف باب فخ اتفتح تحته، ويدوب لحق يمسك في الحرف وبص تحت لقى خوابير مسنونة. فأودا جات له ببرود وقالت له أوبس نسيت أقولك، البيت كله متفخخ بفخاخ مميتة لتدريب الجواسيس، فالموضوع مش هيبقى نزهة، بس لو عشت هدربك. تاني يوم صحي على صوت منبه عبارة عن طائر شكله يسد النفس، ولأنه مصحيش بسرعة قنبلة فرقعت في الأوضة. طلع من الدخان بإعجوبة، بس شغل فخ تاني وطلع له قاذف لهب من وراه حرق كل حاجة في سكته. جري زي المجنون في الطرقة لحد ما وصل لترابيزة الفطار. موتسومي دوت جروحه وهو بيسألها انت بتعدي من الفخاخ دي ازاي يا بت؟ قالت له الفخاخ ما بتشتغلش عليها، وده صدمه. بس شين شرحت له ان الفخاخ دي الكمبيوتر بيتحكم فيها، ولما اي شخص بيقدر يتفاداها ويعطلها كلها الكمبيوتر بيعتبره فرد من البيت وبيديله صلاحية يشغلها أو يقفلها. كملت وقالت له إن العادي البني آدم بياخد له 2 عشان يعدي الفخاخ دي، وقبل ما يفتح بقه يعترض بطنه بدأت توجعه جامد. ففودا بصت له وقالت له إن كل الأكل في البيت ده محطوط فيه نسبة سم صغيرة عشان ياخدوا مناعة، مش هيموتهم بس هيجيب له إسهال للركب. قام زي الصاروخ على الحمام، لقاه مقتول بضبة ومفتاح ومستحيل يفتحه إلا لو فك الشفرة والرموز. ومن اليوم الأسود ده روتين أسانو الجحيمي بدأ. في الوقت اللي العيلة كلها بتقفل عصفور المنبه قبل ما يفرقع، أسانو كان بياكل المقلب كل يوم. التلاجة متلغمة ليزر، بس شين بتجيب أكلها بالدرونز وفودا بتستخدم سرعتها الخارقة. أما أسانو بيهبش الفخ فبيطلع له رشاشات تفرمه رصاص. عشان يشغل التلفزيون لازم يضرب زرار الباور بالمسدس، بس رد فعل المسدس كان بيطيره في الهواء ويقع على جدور رقبته كل مرة. على الغدا لسه مش عارف يتعود على السم ولا عارف يفك شفرة الحمام حتى مع تشجيع موتسومي ليه. ولما يحب يستحمى الدش معمول عشان يعلمه ازاي يستحمل الاستجواب الروسي اللي كان بيكرهه عامة. تاني يوم راح المدرسة عامل زي الزومبي ومش مجمع أي حاجة. طلع إنه كان لابس قميص وزنه 30 كيلو عشان يبني عضلاته حتى وهو مأنتخ. وبعد يوم طحن تاني رايح ينام لقى موتسومي نايمة على المكتب وهي بتشتغل، غطاها ببطانية وتحمس من تعبها فطلع يتدرب على النشان. موتسومي صحت ودخلته الأوضة وعملت له شاي وقالت له يخف على نفسه عشان هو أنقذها قبل كده. فكرته لما دخلت ثانوي وكان في شلة متنمرين حاقدين عليها عشان مشهورة، سحبوها للمخزن وكانوا هيقص شعرها، بس هو ظهر زي البطل في آخر لحظة وخد المقص من إيديهم وبدأ يقص شعره هو. العيال افتكروه سايكو مجنون فخافوا وخلعوا، وده أنقذ موتسومي. وعدها إنه هيبقى أقوى وهيفضل دايما في ظهرها وراح ينام. عدت كام أسبوع وبدأ يتأقلم، بقى يقفل العصفور بسهولة وينزل الصالة يتفادى الليزر بشكل ويضرب زرار التلفزيون بالمسدس يفتحه. شينزو سقف له على مهارته، بس أسانو قال له أنا لسه مش عارف أقلب القنوات يا عم. في اللحظة دي شين دخلت وادت لشينزو تقرير عن تطور أسانو من يوم ما هبب. بعدين أبو جردل علمه إزاي يهرب من فخ الغاز السام وبقى قادر يستحمل الأكل المتسمم الخفيف. بس لما شرب اللبن بطنه كركرت تاني وجري على الحمام واتعلق في الشفرات تاني. فجأة حسوا إن في حاجة غلط ولقوه مرمي على الأرض قاطع النفس. فودا شالته طيران على العيادة واكتشفوا إن جاله حمى من كتر الإرهاق. لحظة حاجة وراحت مقطعة جلده، طلع لابس بدلة تنكرية على شكل جلد وهو من جوه متبهدل وكله كدمات من التدريب. ما عملش كده عشان موتسومي ما تقلقش، وطلب من الكائن أبو شعر يعمل له البدلة دي. وأبو جردل بيعالجه قالت له إن نتائجه جبارة وما كانتش هتحصل له لأنه طحن نفسه في التدريب. أمرته يرتاح واديته كتاب عن البرمجة وقالت له انت محبوس في السرير لحد ما تخلص الكتاب ده وبعدها بس ترجع تتدرب. عدى اسبوع واخيرا قدر يفك شفرات الحمام والكل هيصله لانه نجح في اختبار عيلة يوزاكورا والكمبيوتر اعترف بيه. بس فرحته ما تمتش. شينزو طلع له قميص وزنه 100 كيلو وقال له هنعلي الليفل بقى. وشين حولت الفخاخ من نورمال لهارد. أدرك إن المرار لسه بيبتدي وإنه قدامه مشوار طويل عشان يقدر يحمي نفسه وموتسومي من المصايب. تاني يوم الصبح موتسومي بتعمل الفطار وأسانو دخل المطبخ وهو بيحاول يلبس هدومها الداخلية. بصت له كأنه متخلف وقالت له يروح يشوف له دكتور يعالج خيالاته المريضة دي، بس مهما كان مقرف مش هتطلق منه. قال لها محلفك بالله ده سوء تفاهم وأنا بس بتدرب على التنكر.
فجأة مزة شقرة جهرت على الباب بتسأل لو كله تمام. أسانو ما كانش عارف مين دي، بس موتسومي قفشتها على طول إن ده كينجو متنكر. كينجو راح حضن أسانو عشان يقرفه، بس موتسومي قالت له تلم وسيبه في حاله. ساعتها هيزا ظهر وطلب من موتسومي بوسة وداع قبل ما ينزل، وده كان اوفر قوي، فراحت هبدة كينجو وهيزا على نفخهم. بعدين أسانو قابل شينزو اللي رايح مامورية لوحده. أسانو سأله دي مامورية خطر؟ شينزو قال له لا دي عبيطة، هجيب شوية معلومات عن عصابة بتزور فلوس ومش هتاخد وقت. أسانو دعاله ونزل المدرسة مع موتسومي، وهما ماشيين كورة كانت طايرة بسرعة الصاروخ هترشق في وش أسانو، بس من غير ما يبص مسكها وردها لهم بقوة غشيمة. بعد الظهر هو وموتسومي طلعوا السطوح يتغدوا، وقالت له إنه مش واخد باله بس قوته ومهاراته نطت للسما بسبب التدريب، بقى بيمشي زي الشبح لدرجة إن الناس بتسميه نينجا. سألته لو فاضي بعد المدرسة عشان محتاجاه في شغل. أسانو وافق طبعا ورجعوا البيت. قعدت على مكتبها تخلص أكوام ورق بسرعة رهيبة، وبتأمر أسانو يجيب ورق تاني وهي بتطلع الغلطات والمشاكل اللي فيه. خلت أسانو الصبي بتاعها وخلته يبعت إيميلات للمستثمرين عشان يرفعوا أسهمهم، وقالت له يطنش ورق الطلاق المزور اللي هيزا عمله عشان يفركش الجوازة. وهي بتفرز الورق لقيت تقرير كينجو ناقص، ولأنه عمل الحركة دي كتير اتعصبت وخدت أسانو على أوضة كينجو. الأوضة كانت مزبلة مليانة هدوم للسقف مش شايفين منها حاجة. موتسومي زعقت له يطلع، فطلع زي العفريت من وسط الهدوم، وقالت له يخلص التقرير ويسلمه فورا. كينجو خدها باستعباط وقعد ياكل سوشي، وقال لها بطلي شغل العواجيز ده. العرق الصعيدي نقح عليها وسحبت الكلبشات عشان تربيه على طريقة يوزاكورا. كينجو حس بالخطر ونط من الكومة عشان يهرب. بفضل التدريب أسانو بقى أسرع وسد عليه الطريق، بس كينجو صايع واتنكر في شكل موتسومي فخلى أسانو يتلخبط. كينجو فلت منه وطلع بره، وموتسومي اتعصبت وشغلت وضع السبات الشتوي للبيت. البيت اتقفل بأسوار عملاقة من كل حتة، وقالت لأسانو مفيش ابن مخلوقة يقدر يخرج من البيت بعد ما الوضع ده يشتغل. في الناحية التانية شينزو بيزحف في التكييف وشاف عصابة التزوير بتاعة المليونير اللي نزل 60% من الفلوس المزورة في السوق. فضل ماشي في المواسير وفهم إن الناس دي شغالة مع حد مخه سم، وهو اللي صمم كل الحمايات دي. لبس نظارة أبل فيجن برو اللي طلعت مفيدة مش زي الحقيقة، وبقى قادر يشوف من ورا الصناديق ولقى الفلوس المزورة. نزل من الفتحة لقى شنطة سرية، قدر يهكرها ولقى صورة متبروزة لعملة شكلها مهمة جدا. بس قبل ما يعمل أي حاجة الإنذار ضرب وفك سبرنت. نرجع لبيت يوزاكورا. موتسومي بتفتش الأوض واحدة واحدة. دخلت أوضتها واستخدمت جهاز أشعة تحت الحمراء عشان تدور عليه بس ما لقيتهوش. أسانو كان مبهور من كمية هواياتها وهو بيبص على لوحة لسه رسماها. راحوا أوضة شين اللي كانت بتلعب لعبة حركية وهي فاشلة فيها، وبعدين راحوا أوضة أبو جردل اللي قالهم هيفجر كينجو لو شافه. أخيرا راحوا أوضة هيزا، لقوها مليانة صور لموتسومي لدرجة القرف. أسانو سأل لو كينجو هرب، بس موتسومي قالت له مستحيل والبيت مقفول. فجأة باقي الإخوات اتجمعوا وسألوهم لقوه ولا لسه. أسانو سمع صوت، لف وراه لقى وش كينجو مكان وش الموناليزا. الواد كان مستخبي جوه البرواز. كينجو طلع يجري وأسانو وراه، بس فجأة أسانو صرخ ووقع. موتسومي جريت تشوفه، لقيته مرمي في الأرض وبيدعك في دماغه وبيقول إن كينجو حدف البرواز في وشه واستخبى جوه الحيطة. موتسومي زعقت وقالت أكيد لقى مخرج من القفل ده، وراحت متعصبة راجعة لأوضة كينجو وبتقول هفك الحظر دلوقتي. بس أول ما أسانو دخل الأوضة كلبشته في ثانية وقالت له أنا مش غبية وعارفة إن أنت كينجو متنكر في أسانو، وقالت له إن مستحيل يهرب من الحظر، فأكيد بدل مكانه مع أسانو وخباه على أمل إن موتسومي تفك الحظر ويقوم هربان. كينجو جاب ورا واعترف وشال الماسك، وبدأوا يدوروا على الورق اللي عايزاه. بعدين أسانو كان بياكل كاري من إيد موتسومي طعمه تحفة، فسألها عن الخلطة السرية، قالت له سيانيد. أسانو بطنه لفت واستأذن عشان يرد على التليفون. رد لقى شينزو بيصوت لموتسومي عشان تلحقه. فتحوا فيديو كول وشينزو بيعيط إنه دخل في معركة مسلحة وما كانش متخيل العدد ده، ودلوقتي رصاصه خلص ومعهوش سلاح. قالت لأسانو إن شينزو جاسوس جبار بس بيعتمد على أسلحته، ولو معهوش سلاح بيبقى فرفور خالص. سألته لو يقدر يوديله أسلحته، وأسانو وافق في ثانية. لبس وخد شنطة صغيرة ودخل المبنى المتأمن جامد وبدأ يمشي في الطرقة. للأسف ما كانش سريع كفاية، وحارس قفشه وحط مسدس في دماغه. افتكر تدريبه وزق المسدس ومسك دراع الحارس وكسر له وشه بكوعه. الحراس التانيين سمعوا الصوت وجم يجروا. رزق واحد بركبته في وشه بس التاني مسكه.
التالت حاول يغزه بس هدومه حمته وزقه البعيد، وبعدين كسر للواد الأخير المكسرات بتاعته وكسب الفايت. للمفاجأة طلع حارس رابع، فراح ساحب بسرعة مسدس الكهرباء بتاع شينزو واداله صعقة محترمة نيمته على الأرض. أخيرا لقى شينزو اللي اتشعلق في رقبته وشكروا على الأسلحة وقعد يحضن فيهم. فجأة شوية حراس كمان دخلوا، بس شخصية شينزو تحولت لوحش وقام رشهم كلهم بالرصاص في جزء من التانية، وادى لأسانو البرواز بتاع العملة. طلع من الأوضة وروق كل البلطجية بسهولة وضربهم بالنار، ورمى قنبلة على آخر شلة وضربها في الهواء. خد أسانو وخرجوا من المبنى، بس أسانو خد رصاصة في رجله من قناص وقع على الأرض بينزف، والقناص أمر شينزو يرمي سلاحه. شينزو سمع الكلام عشان ينقذ أسانو ورمى السلاح، بس أسانو افتكر إن شينزو يقدر يحول أي حاجة لسلاح لو مسكتها حلوة، فراح رميله شوكة. شينزو مسكها وضربها في ماسورة بندقية القناص خلتها تضرب في وشه. ده اداله فرصة يسحب مسدسه ويقتل القناص وينقذ حياة أسانو. بالليل شينزو شال أسانو على ظهره وهم راجعين، وأسانو شكره إنه أنقذ حياته. شينزو رد الشكر وقال له إنه كان زمانه ميت لولا أسانو. في الوقت ده شحات دخل مبنى تاني وكسر عظم كل الحراس بشاكوش وبيسألهم عن مكان الزعيم بتاعهم، بس كلهم مرضوش ينطقوا، ففرتك دماغهم وموتهم وطلع صورة هدفه الجديد اللي طلعت أسانو. وبس كده يكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اكتب لنا في التعليقات حكاية مسكرة علشان أنزل لكم الجزء التاني، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا أبطال الأنمي.